احمد ربنا على ايه وقت المصيبة والبلاء؟ لازم تحمد ربنا لان احنا عارفين كل مر سيمر، ويبقى ماذا يا رفاق؟ يبقى الاجر. تاني حاجة، لان احنا بنتعزى في الجنة، ففي النهاية الدنيا دي فانية، وعزاؤنا انها دنيا نودعها، وكل من كان فوق الارض مرتحل. تالت حاجة، ان المصيبة لم تكن في ديننا. دايما بندعي ونقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. رابع حاجة، ان وعد ربنا لينا ان مع العسر يسرا، فان مع العسر يسرا، والعسر لا يهزم يسرين، وهذا وعد الله. بعد كده ان كل مصيبة بيكون فيه اشد منها. بعد كده الامتنان لله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ربنا عز وجل بيقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني نعمة واحدة لو قعدنا نعد فيها مش هنقدر نعدها، ما بالك بنعم ربنا اللي احنا كلنا مغمورين فيها. احمد ربنا، توكل على الله، استعن بالله، وافتكر السر كل السر في التسليم. سلم لأمر ربنا عز وجل، خذ بالأسباب وتوكل على الله. ولا تنسوا سورة الكهف فهي نور لنا بين الجمعتين. سلام على قلوبكم أيها المحاولون، دمتم بخير.